في القرن ال 12 الامبراطور الياباني كان رمز سماوي اكتر من انه حاكم فعلي، بيمثل الشرعيه والقداسه لكن السلطه الفعليه في ايد العائلات العسكريه. البلاط الامبراطوري في كيوتو مليان شعراء، رهبان، جواري، من غير لا وزراء ولا مخططين حربيين ولا علماء يقوموا الدول، مخلينه زي ملك كده تحت الحصار. انت موجود في القصر اهو، معزز مكرم، انت امبراطورنا وانت كل حاجه في الدنيا دي، لكن مالكش علاقه باي حاجه تحصل. لابس الحرير ومنعم بكل انعم الدنيا، لكن القرارات كلها في ايد العائلات الكبرى في اليابان اللي كانت مقسمه لدومينز، ودي عباره عن مقاطعات، اقاليم، وكل عيله فيهم ماسكه مسؤوليه المنطقه اللي قاعده فيها، تلم الضرايب، ماسكه السلطه التشريعيه، تنظم الجيوش في المنطقه دي. على راس كل اقليم اللي سموه الدومين موجود الدايميو اللي هو رئيس العشيره، بيجمع الضرايب، يربي جيش عشيرته، يحمي الارض. والدايميو اللي عنده فرسان اكتر هو اللي صوته اعلى في البلاط الامبراطوري، تابع اسميا الامبراطور لكن فعليا بيعمل اللي هو عايزه من خلال طبقه جديده ولدوا في المجتمع الياباني اسمهم الساموراي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عامل ازيك؟ اتمنى تكون بخير. لو اول مره تشوفني فانا احمد، بقدم لك هنا معلومات، احداث، تاريخ، هيكله العالم اللي احنا عايشين فيها حاليا. فلو انت مهتم بالمحتوى ده ارجو انك تشترك معايا في القناه وتعمل لايك. ويلا نخش على حلقه النهارده. العائلات الكبيره محتاجه رجال اشداء تحت طوعها يسيطروا على الاراضي ويجمعوا الضرايب منها، وفي نفس الوقت ما لهمش اي علاقه بالجيش النظامي التابع للامبراطور. والساموراي لبوا الطلب ده بالظبط، فكان ولائهم للعشيره اهم من ولائهم للدوله. كل عشيره شايفه نفسها فوق الكل، واي خلاف بسيط يتحول لحرب اهليه، والناس العاديه هي اللي بتدفع الثمن. الكره تتحرق، المحاصيل تتسرق، والرجاله يتسحبوا بالعافيه للحرب. فاللاح مسكين ملوش اي علاقه باللي بيحصل، يصحى يلاقي نفسه في حرب ملوش فيها اي لا ناقه ولا جمل. وبمرور الزمن بدا يتراجع الجيش الامبراطوري ويتولى طبقه الساموراي حمايه البلاد ككل، متزامنين مع الضعف اللي حصل للامبراطور والقوه اللي حصل عليها الدايميو. وده خلى واحده واحده دور الجيش الامبراطوري يتراجع ويتحول لحرس رمزي للامبراطور، وتتركز القوه العسكريه في عيلتين من الساموراي، وهم عائله ميناموتو وتايرا. عائله ميناموتو متخصصين في الحرب البريه والفرسان، معروفين بالشراسه والانضباط، منتشرين في مناطق الجبال الشرقيه، وده لان كلمه ميناموتو في اللغه اليابانيه بمعنى الشرق. على الناحيه الثانيه عائله تايرا اتفوقوا في القوه البحريه والتجاره، خصوصا على سواحل اليابان الغربيه. واهم ميزه ليهم كان ان هم قدروا يدخلوا البلاط الامبراطوري بزواج سياسي. ففي 1168 اتنصب الامبراطور تاكاكورو وهو طفل صغير عنده 8 سنين بدعم من عائله تايرا، وبالذات زعيمهم الكبير تايرا كيوموري. وده ما كانش بس ساموراي عادي، ده كان اسطوره في الجيل اللي قبله. بدأ كمحارب في معركة بحرية كبيرة وطلع منها بطل، لكن بعدين قلب على السياسة. وكيموري كان ماسك كل حاجة تقريبا، الجيش، التجارة البحرية، حتى التعيينات في البلاط الامبراطوري كانت تحت امره. وعشان يضمن السيطرة اكتر واكتر زوج بنت توكوكو للامبراطور تاكاكورا، ومن الجوازة دي اتولد الطفل انتوكو. وفي بعض المصادر اللي مش اكيدة بتقول لك ان الجواز ده كان جواز سياسي، لكن برضه كان فيه علاقة حب بين توكوكو والامبراطور الياباني. لكن حتى لو علاقة الحب دي كانت حقيقية، فالغرض الاساسي من الجواز كان سيطرة كيوموري على البلاط الامبراطوري بالكامل. وده اتاكد لما قرر يعمل حركه ذكيه ومجنونه في نفس الوقت، عزل الامبراطور تاكاكورا اللي هو صهره، وخلى حفيده انتوكو الامبراطور الرسمي وهو طفل رضيع في 1180. والنتيجه بقى في طفل يا فندم قاعد على العرش، بس مين بيحكم فعلا؟ الجد بتاعه اللي هو كيومورو، والجد يعني يساوي عيله تايرا بالكامل. فالعائلات الثانيه وخصوصا ميناموتو قالوا لك ايه اللي بيحصل ده تايرا بتتلعب بالعرش الامبراطوري، العرش المقدس اللي بقاله اكتر من الاف السنين جاي عائله تايرا بتتلعب بيه، ازاي ده يحصل ده؟ فردوا عليهم تايرا قالوا لك لا، احنا ما لعبناش في النسل الامبراطوري المقدس، ما هو انتوكو من نسل توكاكورا، وتوكاكورا من نسل الامبراطور الاعظم بتاعهم، فانت كده ماشي في السليم. لكن الشعب نفسه بقى ما كانش راضي على اللي بيحصل، لانهم شايفين ان السلطه كلها بقت في جيب عيله واحده بس، لابسين للحرير وعاملين للنبلاء، وباقي العائلات حاسه انهم خدم عندهم. ودول يا صديق الساموراي يعني اقل حركه هوب السيف بتاعه يقسمك نصين، سلم على الشهداء اللي معاه. وبالفعل فتيل الحرب الاهليه ولع من 1180 ل 1185 المعروفه بحرب جيمبي. فخلاص الرجاله راحوا للحرب، ومين الوقت المفروض يحمي ارض العشيره؟ هتقول لي نساء العشيره دول المفروض يحموها. هقول لك يا صديقي ان النساء كانت كل وظيفتهم في الحياه انهم يتجوزوا ويدهنوا اسنانهم اسود ويجيبوا الاطفال للعشيره، غير كده لا سائل عن مسؤول، ما يقدروش اصلا يعملوا حاجه لان العشيره نفسها مش سامحه لهم باكتر من كده. لذلك نتيجه تفوق تايرا عسكريا من خلال البحر بالخصوص، عشيره الميناموتو خسروا جامد، رجالتهم ماتوا واولادهم اتفرقوا، اللي هرب على الجبل واللي اتربى بعيد. ومن الناجين كان طفل صغير اسمه ميناموتو يوشيناكا، نشأ بعيد عن الكسور، اتربى في الجبال وسط الفلاحين والرعاة، وده خلاه مختلف عن باقي القاده، مش متعود هو على حياه الطرف والنبلاء، ده متربي على الشقه والتعب من صغره في الجبال، وشايف ان التايرا سرق
حقه حق عيلته، ووظيفته انه لازم يرجع هيبه الميناموتو، وتبدا مرحله استرجاع الكرامه من طفل صغير اسمه الامير موشيهيتو. ده كان ابن امبراطور سابق اسمه شيراكاوا، وحاسس ان العرش اتسرق منه. ليه؟ لان الطايره زقوا حفيدهم انتوكو على العرش وهو لسه صغير. انتوكو لما اعتلى عرش اليابان كان لسه عنده سنتين تقريبا، اللي هو انت لسه بترضعه وتعلمه الكلام، بقى امبراطور اليابان العظمى. فموشيهيتو شايف نفسه احق بالعرش من ابن عمه انتوكو، واللي حصل معاه كان زي واحد دب ضربك على وشك كده وانت مش واخد بالك. فقرر انه ما يسكتش، وبدا يدور على حلفاء يتعاون معاهم ضد الطايره، ويرجع لورا بالتاريخ ويلاقي الميناموتو اعداء الطايره الابديين بيستعدوا كده عشان يرجعوا سلطتهم. فبعت لهم رسائل سريه: تعالوا نقلب الطاوله على الطايره، نخلص اليابان من ظلمهم، وانا اديكم الشرعيه باسم الامبراطور الحقيقي. الميناموتو استجابوا، والامير موشيهيتو هرب من العاصمه واتجه لمدينه نارا عشان يستخبى في المعابد. لكن الطايره عرفوا بخطته وطردوه، وفي الطريق حصلت اول معركه كبيره على جسر فوق نهر اسمه اوجي. الميناموتو مع الرهبان البوذيين من معبد ميديرا واقفين بالسيوف والرماح، ولما شافوا جيش الطايره جاي عندهم بداوا يكسروا الواح الجسر بنفسهم عشان يمنعوا الخيول من العبور، وبدا كل جيش يتبادل اطلاق السهام مع التاني. الصرخات ماليه الجو، والخيل بتتزلق وتقع في النهر، والجيشين التحموا ببعض عشان تنتهي المعركه بهزيمه الميناموتو ومقتل الامير موشيهيتو. وهنا كان الانفجار اللي بجد، خلاص البلد كلها دخلت في حرب اهليه. كيوموري في العاصمه شايف انه ماسك البلد كلها، لكن الحقيقه ان الناس كارهينه. الارستقراطي حاقد عليهم، الراهب ناقم منهم، الشعب شايفهم طغاه. والميناموتو رغم الهزيمه الاولى لكن بقى عندهم قضيه واضحه: الانتقام لحقهم المسلوب. وزعماء العيله اللي كانوا متفرقين بداوا يظهروا ويتجمعوا مع بعض. يوريتومو اكبر قائد الميناموتو قاعد في كاماندو شرق اليابان بيجمع الدعم ببطء. يوشيناكا ابن عمهم البري من الجبال بدا يلم الرجاله حواليه، ومعاه شخصيه اسمها توموي. الطايره بجيشهم الرسمي مسيطرين على العاصمه، والميناموتو بيتحركوا من الاطراف زي النار اللي بتاكل الهشيم. ويوشيناكا زي ما قلنا كان مختلف عن ولاد عمه، مش متربي في القصور ولا عنده تقاليد البلاط الامبراطوري، هو ابن الجبل، وده خلى الرجاله اوفياء ليه اكتر. ناس بسيطه اتجمعوا على كلمه واحده: ننتقم ونطيح بالطايره. وطبعا وسط رجالته في القائده اللي محدش ينساها توموي جوزين، مش بس محاربه لكن رمز ان جيش يوشيناكا مش زي باقي الجيوش، جيش عنده نفس مختلف. اسمها بيظهر لاول مره في حكايه هيكي اللي تقريبا بتكون السيره الشعبيه لحرب جينبي. في ناس بتقول لك انها كانت بنت عيله صغيره من نفس المقاطعه بتاع يوشيناكا كيسوي، وناس تانية بتشوفها مجرد محظيه او عشيقه ليه. بس كل الروايات متفقه على حاجه واحده: انها ما كانتش ابدا ست عاديه. تومي اتولدت في زمن كله دم وسيوف، الطفوله عندها ما كانتش لعب وعرايس زي بقيه الاطفال، دي اسهم وسيوف وظهير الخيول في كل حته. فتعلمت من صغرها القتال، ومع الوقت بقت معروفه في منطقتها انها بتجيد الفروسيه بسبب تحكمها في حصانها وسط الفوضى كانها جزء منه. اضافه للرمايه، سهامها بتصيب اي هدف مهما كان بعيد، ده غير المبارزه بالسيف واللي كانت وقتها مهاره مقدسه عند الساموراي وبس. اضافه لجمالها الانثوي الطبيعي، وصفوها الرواه انها جميله كالقمر، بشرتها بيضه، شعرها طويل زي الحرير، وفي نفس الوقت قويه كانها 1000 راجل، محدش يقدر يقف قدامها في ساحه القتال. والمفارقه وقتها ان اليابان ما كانتش بتدي دور للست في المعارك زي ما قلنا، اقصى دور كان ممكن تقوم بيه الست انها تدير البيت، تخدم العشيره، واحيانا تنتحر عشان ما تقعش فريسه في ايد العدو. لكن توموي كسرت القاعده دي تماما، ويوشيناكا شاف فيها انعكاس لحياته هو نفسه، هو البري اللي طلع من الجبال المنبوذ من ولاد عمه، وهي المحاربه اللي طلعت من الهامش مش من قصور النبلاء. اتنين منبوذين نسبيا لقوا نفسهم في بعض، مش بس حب عاطفي لكن شراكه قتال. يوشيناكا اعتمد عليها بشكل رسمي كواحده من قادته، وبعض المصادر بتقول انها كانت بتقود 300 فارس بنفسها. تخيل جيش من الاف المحاربين كلهم رجاله، وفجاه يلاقوا وسطهم واحده بملابس المحاربين ماسكه رمحها او سيفها، شعرها ملفوف في خوذه حديد. الجنود كلها بيبصوا لها باستغراب، لكن اول ما تبدا المعركه الاحترام بيحل تماما محل الاستغراب. المقاتلين اللي مع يوشيناكا كانوا بيحكوا ويقولوا انها اول واحده بتقتحم الصفوف واخر واحده تسيب ساحه القتال، ولو في مره الرايه وقعت من اللي ماسكها توموي هي اللي ترفعها فورا بسلاحها الاسطوري اللي هيبقى بعد كده ايقونه نساء الساموراي الناجيناتا. وده عصا خشبيه في اخرها شفره منحنيه هجين ما بين الرمح الطويل بس بحركه السيف، ميزته انه بيدي المقاتل مساحه مدى اكبر للقتال. الساموراي الرجاله كانوا بيستعملوه احيانا، لذلك تلاقي اللي سمع انمي فرسان الارض تقريبا تلاقي حمزه اللي كان مع عبد الرحمن بيستخدم السلاح ده اللي هو الطويل وفي شفره طويله كده من فوق، هو ده الناجيناتا. لكن مع الوقت اتربط السلاح ده بالنساء اكتر. ليه؟ لان الست اللي ما عندهاش قوه بدنيه زي الساموراي الراجل تقدر بالمدى الطويل اللي بينها وبين الساموراي تعوض فرق القوه البدنيه، تخلي اي عدو يضطر يقرب منها عشان يطولها بالكتانه، وهي من بعيد تقوم جاي ضربها بالناجينات. ولما الاخبار انتشرت انها مش بس ست عاديه بتحارب، دي قاده وبتنتصر كمان، ده عمل تاثير نفسي رهيب. النساء في عائلات الساموراي بداوا يتعلموا القتال مش بس عشان طموحهم انهم يكونوا زي توموي، لكن كحمايه لبيوتهم بعد كده. العائلات بداوا يدركوا ان لو في يوم البيت اتهاجم لازم الست بدل ما تخاف وتنتحر عشان ما تقعش
كأسيرة تعرف تدافع عن نفسها بسلاح يوفر لها الحماية أكتر من الهجوم. والناجيناتا كان السلاح المثالي لكده، طويل وأنيق يتناسب مع قتال دفاعي في حدود القصور أو البيوت. عشان بعد حروب جينبي تتأسس فكرة الأونا بوجيشا نساء الساموراي، بقى طبيعي إن أي بنت من طبقة الساموراي تتعلم الناجيناتا من صغرها زي ما الولاد يتعلموا الكاتانا. حتى بعد قرون فترة الإيدو لما اليابان استقرت ومبقاش فيه حروب كتير، البنات استمروا إنهم يتعلموا الناجيناتا كنوع من التربية التقليدية. خلاص بقى سلاح المرأة النبيلة. أي لوحة قديمة لنساء الساموراي بعد توموي تلاقي في إيديهم الناجيناتا. ولحد النهارده في اليابان رياضة الناجيناتا موجودة كفن قتالي، وغالبا اللي بيمارسوها برضه النساء. وده كله بيرجع لصورة توموي جوزين اللي حفرتها في دماغ الشعب الياباني عن الستات. اللي بعد ما جيش يوشيناكا اتفكك في معركة اوازو 1184 والفرسان اللي حاولت تشتته، يوشيناكا لقى نفسه خلاص وقع والعدو بيحاصره من كل الجهات، وعرف ان المعركة دي هي نهايته. فبص لتوموي وقال لها حاجة زي: انت الست الوحيدة هنا، اسمعي الكلام وامشي من المعركة، لان وجودك هنا هيخليكي تموتي نفس الموتة اللي انا هموتها، وانا عايز اموت موتة الساموراي، فسيبيني لوحدي. فتوموي وقفت هنا ودمها بيغلي، ازاي تسيبه؟ ده غير ان القائد بتاعها ده حبيبها. فقررت تعمل اخر فعل بطولي عشان تثبت انها فعلا ما كانتش ست عاديه. دخلت وسط الجنود وخطفته من على حصانه بحركه واحده وبضربه سريعه، فصلت راسه عن جسمه ورمتها بعيد. وبعدها بصت ليوشيناكا بنظره اخيره وانسحبت من القتال. والروايات هنا بتختلف عن نهايتها. في روايه بتقول لك انها اختفت ومحدش عارف هي راحت فين بعد كده، وفي روايه بتقول لك انها استسلمت واتجوزت غصب عنها، والروايه الثالثه والاخيره بتقول لك انها فضلت تقاتل لحد ما ماتت. وبس يا صديقي، ده كان كل اللي معانا في حلقه النهارده. ارجو انك تكونوا استمتعتوا واستفدت. كان معاك احمد، سلام.